مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل قرص فلاحي. معانا 3 كوبايات دقيق، معانا سكر، ومعانا زيت، ومعانا زبدة او سمنة اللي انتوا حابينه، ومعانا لبن، ومعانا خميرة، ومعانا معلقة قشطة. هنشوف هنعمل ايه. هنحط الدقيق بتاعنا، وهنحط الخميرة بتاعتنا. طبعا انا عملتها قبل التصوير علشان ايه؟ عشان الوقت. طبعا حطيت هنا الخميرة عليها شوية سكر، وقلبتها كده مع بعض واتخمرت. حطينا كده الخميرة. هنحط نص كوباية زيت، وهنحط معلقتين سكر، وهنحط زبدة. ممكن تعملوها بسمنة، تعملوها بزيت كله، تعملوها بسمنة كله، مش هتفرق يعني. وهنقلبهم كده شوية. وهنحط معلقة القشطة كده. وبعد كده هنعجن بقى ايه شوية شوية كده ايه باللبن. هنعجنهم كده كويس. هنفضل نعجن فيها كده 10 دقايق. شايفين طرت ازاي وبقت جميلة؟ هنسيبها بقى كده تخمر نص ساعة او ساعة على حسب ايه ما هي تخمر. هنجيب كده البولة بتاعتنا، وهنحط فيها شوية زيت، وهنحطها كده، وهنسيبها بقى تخمر بقى. بعد كده نشوف هنعمل ايه، نغطيها كده كويس. وكده خمرت اهيت معانا. خمرت معانا هنا بقى. هننزلها كده، وهنقسمها معانا. وهنعمل كل واحدة كورة اهي كده. اهي هنحاول نعمل الكور كلها قد بعض. هنجيبها كده، عندكم الطريقة دي تعملوها كده، ونحطها ايه في الصينية. عايزين تعملوها بالنشاب اعملوها اهي. دي طريقة سهلة جدا اهي. او ممكن نحطها كده في الصينية ونعملها كده. هنسيبها بقى 10 دقايق كده ترتاح شوية، ونخمرها كده 10 دقايق، وبعد كده هنحطها في الفرن بتاعنا ونغطي عليها كده. وبعد 10 دقايق كده بعد ما خمرت بقى هنحطها في الفرن. خلصنا كده القرص. طالعه تحفه وجميله. القرص دي بتفكرني بايام جميله وذكريات حلوه قوي. جربوا الطريقه ديت هتعجبكم جدا. القرص طبعا طالعه كده هشه وجميله. شايفين الحلاوه؟ طعمها تحفه. مع بقى ايه كوبايه شاي كده، او مع شاي بلبن، وتفطروا بيها على الصبح. جميلة جميلة. جربوا الطريقة ديت هتعجبكم جدا. وبالهنا والشفا. ومتنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.